السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكرنبيت الجميل ده باللون التحفة ده، وكمان سر القرمشة وسر اللون ده بمكون واحد، وهقول لكم عليه في الفيديو. اول حاجة هسمعكم القرمشة بنفسكم. سامعين الجمال؟ ومش هيشرب معاكي نقطة زيت، هيطلع معاكي تحفة جدا بمكون سحري ومكون واحد هو اللي هيخليه يطلع معاكي باللون الجميل دوا. يلا بقى لايك وسبسكرايب ومتنسيش جرس التنبيه، ويلا بينا ندخل على الفيديو. اول حاجة روح تشتري كرنبيتة صغنونة كده. الكرنبيتة الصغنونة دي ما تخافيش، ده هتطلع لك زهرات ياما جدا. ليه؟ لان هي مش مفرغة. اهم حاجة نقي الكرنبيتة تكون مش مفرغة زي ما انا نقيتها كده. الكرنبيت المفرغه بيبقى طعمها مش حلو وما بتاخديش منها زهرات كتير، بتبقى كلها عروق من جوه. شايفين هي ما فيهاش اي فراغ، وكلها كده تختخه كده جوه بعضيها. ببتدي ان انا اقطعها لزهرات زي ما انتوا شايفين كده، او وردات يعني. بقطع بقى لو انتوا عايزينها حجم كبير او تبقى اللي هي الكنتاكي، زي ما بيقولوا عليها تبقى حجمها كبيره، قطعيها كبيره. لو انتوا بتحبوها، انا بقطعها صغننه لان احنا مش بنحبه الكبيره قوي. انا بقطعها صغنونه كده، وكمان في منهم صغير قوي. دول انا بعملهم في الاخر كده زي البوب كورن ويعني الفشار وكده. لكن ده للاطفال وكده. لكن احنا لو هنعملوها غدا، انا بعملها عادي زهرات متوسطة كده. يعني صغننة، بقطع الواحدة كده على 2 على 3 على حسب ما بتكون حجمها. زي ما انتوا شايفين ببتدي ان انا اقطعها كده. يعني بوريها لكم عشان اللي اول مرة يكون مثلا لسه مبتدئ وبيعمل كرنبيت او حاجة، او ارنبيط زي ما الناس بيقولوا عليه. يبتدي ان هو يقطعها بالشكل ده. بتقطعي من العروق، مش بتقطعي من فوق من عند الزهرة اللي من فوق دي. بعد ما بتقطعي كل الكرنبيطة بتاعتك بتغسليها غسل كويسة، وبتصفيها من المية بتاعتها. وبعد كده بتحطي بقى حلة مية على البوتاجاز. اول ما بتغلي معانا كده زي ما انتوا شايفين، ببتدي ان انا انزل المكونات بتاعت سلق الكرنبيت او الكرنب او مشتقات الحاجات دي، عشان طبعا الغازات اللي فيه والحاجات اللي هي ممكن توجع البطن او حاجة. معلقة كمون، حصى او ناعم عادي، مش هتفرق معاه في اي حاجة. ومعلقة ملح. بس هو دي المكونين الاتنين بتوعه. ببتدي ان انا انزل بقى بعد ما حطيتهم بالكرنبيت بتاعي او الارنبيط. ببتدي انزل بقى يا ريت يعني لو هي كبيره تنزلي لو انت هتسلقيها على مرتين، تنزلي بالاحجام اللي قد بعض الاول. يعني الاحجام الكبيره كلها تبقى في سلقه واحده، وبعد ما تخرجيها تحطي الصغيرين. ما تحطيش الصغير مع الكبير. بس انا يعني دي لقيتها هي حله واحده، يعني هي سلقه واحده فحطيت كله. هاخد اللي على الوش دول الاول هخرجهم، وبعد كده هخرج الكبير. هو كده كده اصلا يعني مده السلق ما بتاخدش كتير، يعني هي يا دوبك كده 3 دقايق 5 دقايق بالكتير وبتخرجيهم اول ما بتغلي كده. وبتاخد يعني بعد ما بتغلي بالشكل دوت حوالي 3 دقايق من بعد ما بتغلي كده، وبتروحي جايه مخرجاها عشان ما تتهريش منك. وهنا بقى لازم تخرجيها على طول في مصفى وتغسليها على الحوض عشان توقف السوا بتاعها. يا اما هتخرجيها على طبق يكون فيه ميه ساقعه او ميه بتلج عشان توقف برضو السوا بتاعها. دلوقتي بقى هقول لكم على الخليط السائل اول حاجه اللي هننزله فيه الكرنبيت. اول حاجه معايا كوبايه من الدقيق، عليهم ربع كوبايه من النشا، ودي اللي هتديكي سر القرمشه اللي قلتلك عليها. القرمشه النشا ما تستغنيش عنها، لان النشا طبعا شيء مهم جدا في القرمشه بتاعت الكرنبيت. تاني حاجه معايا معلقتين من دقيق الذره او الفيجيتار، او الفيجيتار السايب اللي انت عايزاه، الاكياس او السايب. اهم حاجه برضك ما تنسيهاش معاهم نص معلقه من البيكنج باودر، وعليهم مكعب مرق. مكعب مرق الدجاج اللي هي الماجي الصغيره اهو، ديكي شفتوا الكيس بتاعها طبعا انتوا عارفينه. يبقى كوبايه من الدقيق، ربع كوبايه من النشا، معلقه من الثوم، الملح والمعلقتين من الفيجيتار او الفيجيتار الناعم،
ومعايا دلوقتي الشطه زي ما انتوا شايفين اهو، وشطه وكمون وفلفل اسمر وكل حاجه. معلقه صغيره معلقه صغيره معلقه صغيره. الخليط ده كله هضيف عليه بيضه واحده. يعني انا هعمل كل الكرنبيت اللي انتوا شايفينه ده ببيضه واحده بس. طبعا ايام زمان كانوا بيعملوا بيض كتير قوي، وطبعا دلوقتي يعني لا، هي بيضه واحده، وممكن كمان ما تحطوهاش، بس بيضه واحده بتديها الطعم بتاع زمان والقرمشه الحلوه اللي احنا عايزينها بتاعت الايام دي. والطعم الصراحه بتاع زمان يعني ما نقدرش الكرنبيت يتغير طعمه عنه، بس شويه الاضافات الخفيفه اللي احنا بنحطها دي يعني بتغير، لو محدش بيحبه يحبه شويه. دلوقتي بقى طبعا انتوا شايفين الميه، انا حطيت حوالي كوبايه الا ربع من الميه على الخليط لحد ما بقى سائل معايا بالشكل ده. وبعد ما بخليه سائل كده بضيف عليه حزمه من البقدونس. البقدونس بيديله لون حلو، شكله حلو وبيديله طعم تحفه طبعا، وما نقدرش نستغنى عنه برضو لانه من الحاجات الاساسيه في الكرنبيت. زي ما انتوا شايفين سمك العجينه عامل ازاي. دلوقتي بقى دي الخطوه اللي مش هتخليه معاكي يشرب نقطه زيت. هتقلي كل الكميه بتاعتك بطاسه زيت واحده، ومش هيشرب معاكي اي نقطه زيت ولا هيزيت منك ولا اي حاجه، هيطلع مقرمش وتحفه. دلوقتي معايا بقى كوبايه دقيق على معلقه من النشا وبهاراتك هي. وهقول لك بقى على المكون السحري اللي هيديك اللون التحفه اللي قلت لكم عليه، هيخلي لونه تحفه. بصوا بقى، دي العلبة الصغيرة دي سحر، هي اسمها بودرة الزعفران. بودرة الزعفران دي رخيصة جدا على فكرة، ما تفكروش ان هي غالية خالص. بودرة الزعفران دي رخيصة، اقل من 5 جنيه. بتحطي منها بصي يعني ربع معلقة على شوية الدقيق اللي انت شايفينها دي، كوباية الدقيق بتدي لون تحفة بجد. على اي حاجة بتضيفيها عليها بتدي لون تحفة. فانا دلوقتي بقى بعد ما حطيتها هتشوفوا، بصوا ايديا اصلا ايديا بقى فيها لون منها. ببتدي بقى بعد ما خلصت كل الكمية وسلقتها، شايفين كده متماسكة ازاي، وشطفته كده على الحوض وصفيته بالمصفى دي. هبتدي بقى ان انا انزل بيه في الخليط السائل الاول، وزي ما انتوا شايفين ممكن بشوكة احسن كمان او حاجة، بس انا يعني كنت مستعملة المعلقة عادي ما حصلش اي حاجة. ببتدي ان انا اخد كده اسقطه في الخليط اللي هو السائل معايا ده، وبخليه كده يتغرق كده بكل الخلطة اللي انا عاملاها. او كمان ممكن يعني تسيبيه فيها كده فترة وبعد كده تخرجي منها عشان يتشرب كله من العجينة السائلة اللي احنا عاملينها. وبعد كده باخده على الخليط الجاف، وبخلي الكفر بتاعه يعمل يعني يبقى الدقيق كده عامل اللي هي الحاجات المقرمشة اللي بنشوفها في الكنتاكي دي، اللي هو تروحي جايه منفضاه كده عشان يعمل التعريجات اللي عليه من بره زي ما انتوا شايفين. بعد ما عملت كده اهم حاجه الخليط ده ما تعمليش كل الكميه وتروحي تقليها، لا، يعني طبق طبق كده، لاني طبعا كل ما بيقعد كل ما العجينه دي بتنزل من الزهرات فهتعجنها لك، مش هتطلعه مقرمش معاكي. فانتوا يعني اعملوا واحده واحده كده. نزلته بقى في الزيت يكون كده على نار هاديه، ما تكونش النار جامده عشان ما تحرقش معاكي. وببتدي ان انا اقليه واحده واحده على نار متوسطه عشان يقرمش وياخد اللون. شايفين اللون اول ما نزل في الزيت عمل ازاي؟ تقدري ان انت تستغني عنها وتحطي كركم، بس الكركم بيبقى طعمه بيدي طعم او حاجه كده، مش عارفه، ما بيبقاش كمان نفس اللون بيبقى لونه كده فاتح شويه، بس اللون ده الصراحه تحفه تحفه بجد. ده الكاميرا كمان ظلموه والله العظيم، بس جربوه والله مش هتندموا. هو بيتجاب من عند اي عطار كمان. تمام، احنا بنطلعه كرنبيت على مردك مصفى، او عامه اي مقليات عايزاها تكون مقرمشه تطلعيها على مصفى. تمام، بعد ما خلصت كل الكميه شايفين الجمال بقى وشايفين اللون التحفه والقرمشه اللي انتوا سمعتوها في اول فيديو. انا كنت عايزه اسمعها لكم تاني بس نسيت. دلوقتي بقى تحفه 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 بجد. شايفين الجمال؟ شوفي وانا بقطعه كده من جوه عامل ازاي، ابيض وجميل، والصراحه ما فيهوش غلطه، والطعم كمان والله انا يعني
اللي ما بيحبهوش هيحبه والله، والاطفال كمان هيحبوه جدا. يا رب الوصفه تعجبكم، وان شاء الله اكون ما طولتش عليكم، ويا رب تعملوه بطريقتي وتعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسيبكم في امانه الله، واقول لكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب اهم حاجه بالله عليكم، واقول لكم مع السلامه، ويا ريت تنزلوا الكومنتات تصلوا على النبي فيها. باي باي.